سهرة مع قرية. فليجوني عنا يا خضرة يا إسلامنا يا دم خضرة. فليجوني عنا يا خضرة يا إسلامنا يا دم خضرة. سهرة مع قرية يقضيها معكم جمال أبو نازل. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم العام الميلادي الجديد عام 2017. الليلة أصدقائي المستمعين ندعوكم لزيارة واحدة من قرى مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. نحن في زيارة لقرية الإمام أحمد بن حجر الهيثمي المكي، وهذه القرية معروفة حاليا بقرية الهياتم. تقع القرية على الطريق الدائري بين طنطا والمحلة الكبرى، وتبعد عن طنطا بمسافة 18 كيلومترا، وعن المحلة الكبرى بمسافة 7 كيلومترات. يحد قرية الهياتم من الشرق قرية صفت تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى، ومن الغرب قرية سجين الكوم التابعة لمركز قطور، ومن الشمال قرية محلة روح التابعة لمركز طنطا، ومن الجنوب قرى بلقينة والأبشيط ودنوشر التابعة لمركز المحلة الكبرى. وقرية الهياتم أصدقائي المستمعين قرية يتبعها قرى بلقينة والأبشيط. يبلغ عدد سكان قرية الهياتم 70,000 نسمة تقريبا، نشاطهم الرئيسي الزراعة. ويوجد بقرية الهياتم وحدة محلية، مجمع مدارس يضم 5 مدارس ابتدائية و3 مدارس إعدادية ومدرسة ثانوية. كما يوجد بالقرية 3 معاهد دينية أزهرية ابتدائي وإعدادي وثانوي. ويوجد أيضا بقرية الهياتم مركز خدمات اجتماعية مطور، وبالقرية مستشفى طب أسرة ووحدة بيطرية وجمعية زراعية ومكتب بريد ومركز شباب. أصدقائي المستمعين، الليلة نحن في ضيافة شاعر العامية المعروف الأستاذ عبد الهادي الشعراوي، ومعنا ضيوف لهذه السهرة الأستاذ زين العابدين محمد عباس رئيس وحدة الشؤون الاجتماعية بقرية الهياتم، والأستاذ شوقي الديش شاعر ومدرس بالتعليم الابتدائي، والأستاذ أحمد الشيخ عضو مجلس إدارة مركز شباب قرية الهياتم. ومعنا أيضا موهبة شابة في الغناء، عضو بفرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة طنطا المطرب الشاب أحمد الغزالي. أصدقائي المستمعين، في البداية أرحب بحضراتكم وأرحب بضيوف هذه السهرة، وأبدأ مع مضيفنا في هذه السهرة شاعر العامية المعروف أستاذنا الأستاذ عبد الهادي الشعراوي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، وتحياتي لإذاعة وسط الدلتا، وكل عام ومصر كلها بخير والأمة العربية كلها بخير، وعام سعيد على الجميع إن شاء الله. في بداية عام جديد، عام ميلادي هو عام 2017، نتمنى أن يكون هذا العام أفضل من سابقه إن شاء الله، وكل الأمنيات الطيبة لكل المصريين في كل بقاع الأرض بحياة كريمة وحياة سعيدة إن شاء الله. وبنبدأ هذا العام بكل الأمل وكل التفاؤل إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. ونبدأ بقصيدة بحبك مصر على طول. بغني معاكي بكل اللغات يا أم الشهيد لبى الآيات، وبحكي وبهتف وبرفع رايات في عيدك يا أمي يا أغلى الهبات. عشقتك وعشقك كان بينادينا، عدالة مساواة ترفرف علينا، فصرنا جميعا كتبنا في إيدينا ليرحل ظلام أحب البيات. كتبت عشانك قصة ميدان، هدية لشهيد لبى الأذان، وحضن البارود بقوة وإيمان، فزين بدمه جميع الساحات. بحبك يا أمي شهيد البطولة، أبية عظيمة في أحلى صورة، ده مهما حملتي مهمك حمولة،
تاريخك معارك كله بطولات. بحبك يا حضنة ورود الجناين، صرامة وشدة على كل خاين، أصالة وحضارة بكل المداين، وأمن وأمان وكل شمال. بحبك يا سمرة جنينة ورود، وحضن كبير ملوش حدود، لشهداء دماهم على كل عود، سنابل وخضرة وعطر نبات. بحبك وحدة صليب وهلال، تحدي صمود ملوش مثال، ويشهد عليها يونيو ويناير ويوم العبور في 6 ساعات. بحبك يا فرحة قلوب الولاد بكل الحواري وأرض البلاد، صبية قوية ولادك شداد، فداك يا أمي لبعد الممات. بحبك يا سمرة حضارة ونيل، أصالة وطيبة وشماخة نخيل، ووردي مفتح من كل جيل، واهب شبابه لرفع الرايات. هقولك بحبك وهفضل أحبك، وهكتب قصايد أغاني في حبك، ولو خدني منك قبري أحبك، وجاوب في حضنك بكل ثبات. هقولها في حياتي وبعد الممات، ويشهد عليا جميع الفئات بإنك بقلبي وبعدك قهار. بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك يا مصر في كل الحالات. الله، جميل جدا. أنا حلوة يا بلادي على ناسك يا بلادي، وبأمر الله دايما منصورة وكيد الأعادي. أنا حلوة يا بلادي على ناسك يا بلادي، وبأمر الله دايما منصورة وكيد الأعادي. يا بلادي يا أم القمر يا بلادي، والسهر في بلادي، عشت الكواني يا مدوباني، حلواني باني بلادي. يا بلادي أنا كل ليك يا بلادي، واللي عليك عادي، روحي ودمي ملكك يا أمي، بس انت شاوري ونادي. يا بيتنا الكبير يا بلادي، يا جامع ودير يا بلادي، سنة حلوة جاية نور عيني على كل بيت في بلادي. أستاذ زين العابدين، أهلا وسهلا بيك، كل سنة وأنت طيب ومشرفنا في هذه السهرة. اهلا وسهلا يا فندم، وبإذاعة وسط دلتا والمستمعين ومصر كلها طيبة ان شاء الله باذن الله. يعني حضرتك رئيس وحدة الشؤون الاجتماعية بقرية الهياتي. ان شاء الله يا فندم. يعني احنا في البداية قلنا مجموعة خدمات بتخدم القرية، واعتقد انه رئيس وحدة الشؤون الاجتماعية بالقرية يعني هو على رأس هذه الخدمات. والله شرفت ان انا اكون اصغر رئيس وحدة في الفترة الحالية، تكليف وليس تشريف، ان انا اخدم قريتي وان انا اطبق المنظومة الاجتماعية، واخصها الاتجاهات الدولة برعاية الفقير، اللي هو رفع الوهم واعطاء الدعم للفقراء، وده متمثل في الفترة الحالية في برنامج تكافل وكرامة. احنا قلنا انه تعداد القرية تقريبا 70,000 نسمة، وبتوابعها يعني عدد كبير. اكيد وبالتالي المسؤولية كبيرة. المسؤولية كبيرة، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان احنا نوصل لكل مستحق ان شاء الله. يعني برنامج تكافل وكرامة هدفه الارتقاء بالمستوى المعيشي للفرد. هو برنامج تكافل وكرامة بينقسم لقسمين اثنين. برنامج تكافل وهي الفئات التي تعاني من الفقر الشديد وتحتاج للدعم من الدولة، نقدي وخدمي وصحي وغيره من الخدمات. بيندرج تحتها شروط، اللي هو ما يكونش شغال في القطاع الحكومي، ما يكونش مؤمن عليه تأمين صاحب عمل، ما يكونش معاش تأميني أو ضماني أو نقابي، يعني ما يكونش بيتقاضى معاش تأميني أو نقابي. بالنسبة لده لشق تكافل، يعني ده هو المستحق. أما الأوراق المطلوبة بالنسبة للتكافل، صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، تكون سارية وعلى محل الإقامة الفعلية للقرية، شهادات الميلاد جميع أفراد الأسرة مميكنة، إفادات مدارس للأولاد إن وجدت، فاتورة كهرباء، آخر فاتورة كهرباء، صورة بطاقة التموين، في حالة الطلاق شهادة إشهار طلاق، في حالة وفاة الزوج شهادة وفاة. المبالغ المستحقة بالنسبة للأسرة التكافل 325 للأسرة، 325 جنيه للأسرة. الأسرة تستحق، المستحقة برنامج تكافل تتقاضى شهريا 325 جنيه، بجانب منحة مدارس مكونة
طفل في الابتدائي في المدرسة الابتدائية يتقاضى 60 جنيه شهريا، في المدرسة الإعدادية يتقاضى 80 جنيه شهريا، في المدرسة الثانوي يتقاضى 100 جنيه شهريا. اي عدد من الاطفال؟ لا، بحد اقصى 3 اولاد في التعليم، سواء كان في ابتدائي او اعدادي او ثانوي. بالظبط يا فندم. هم بياخدوا الاعلى، يعني لو في 3 ثانوي و3 ابتدائي و3 اعدادي مثلا بياخدوا الاعلى بحيث ان الاسره تستفاد ويوصل الدعم الاكبر يعني. قول لي استاذ زين، يعني بعد استيفاء هذه الشروط، تمام، يعني اولا هل في اجراءات روتينيه صعبه طويله؟ بالعكس، يعني هو كان فيه بعض الصعوبات، وبالفعل الوزاره والمسؤولين بيبحثوا الامور دي دوما ييسروا على المواطن بحيث الاوراق المطلوبه دي اكثر ليس اكثر. بيعتمد البحث الميداني واتحاد الضمير والدقه في الموضوع للوصول للمستحق هو الاساس لايصال الدعم للفقراء بعد استيفاء هذه الاوراق والشروط. بالظبط يا فندم. امتى يستفيد يعني المستفيد او المستحق للخدمه او لهذه المبالغ؟ حضرتك احنا بناخد المستندات المطلوبه او الملف المطلوب، بينزل باحث ميداني بيبحثها، بنرسلها عن طريق الكترونيا عن طريق الوزاره في التسجيل اللي هو الادخال الالكتروني. بناء عليه بعدها بشهر باذن الله من التسجيل بيستلم الفيزا الخاصه بالصرف بتاعه. ده بالنسبه لمشروع تكافل. بالنسبه لمشروع تكافل فعلا. طيب احنا ان شاء الله هنستكمل يعني الكلام عن مشروع كرامه، لكن بعد هذا الفاصل ان شاء الله، وبعد انتقالنا لضيف اخر في الصالة. اتفضل يا فندم. ورقيق يا قلب البشر زي الندى والشجر، الله على غنوتها قدرت تهز الحجر. ورقيق يا قلب البشر زي الندى والشجر، الله على غنوتها قدرت تهز الحجر. مين يمنع حلم يطير أو عقل من التفكير؟ مين يمنع حلم يطير أو عقل من التفكير؟ ونسمة من الحرية، ونسمة من الحرية. الحلم الجميل دنيتنا أحلى منه، إيد على إيد صوت على صوت يغنوا جوانا في جميل، مين منا وإحنا منه. أصدقائي المستمعين، ما زلنا معكم، وهذه السهرة التي نقضيها داخل قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. وبنتقل بميكروفون السهرة للأستاذ شوقي الديش، شاعر ومدرس بالتعليم الابتدائي بقرية الهياتم. بداية برحب بك أستاذ شوقي. أهلا بيك. أهلا. كل سنة وأنت طيب. كل سنة وحضرتك بخير، ومصر كلها بخير، والأمة العربية دايما بخير يا رب، وأمن وسلام. امين يا رب. يا رب. يعني قبل ما نتكلم عن الشعر ودورك والقصائد اللي انت بتكتبها، عاوز اتكلم عن التعليم، وخصوصا التعليم الابتدائي، لانه ده اساس التعليم في مصر. احنا النهارده 4 يناير 2017، يعني كلها ايام قلائل. يوم 9 ان شاء الله، 9 يناير هنبدا امتحانات نصف العام الدراسي. ايوه ان شاء الله عليك بخير. الاستعداد ازاي؟ الاستعداد دايما كله دلوقتي، اللهم صل على النبي، التلامذه دلوقتي مهيئه للامتحانات، وكله بيراجع دلوقتي اللي خدوه على اساس ان هم الطلبه تخش الامتحان مهيئه، يقدروا يحطوا اللي هم خدوه على الورقه، وربنا دايما يكرمهم ويكرم الجميع يا رب ان شاء الله. يعني دايما مدرس الابتدائي عاوز اقول ضميره حي، ودايما حريص على مصلحه التلميذ، لانه بيعتبر التلميذ ابنه. اكيد. فبالتالي مفيش مجال انه الطالب او التلميذ يعني قبل الامتحان يكون مش في المدرسه او يقعد فتره كبيره في البيت. لا، هم حريصين جدا على ان التلميذ يحضر لاخر لحظه في الدراسه، على اساس ان هو ما ينساش معلومه دراسيه عشان ما يخشش الامتحان ويأثر. من هنا بتيجي النتيجه كويسه والاساس حلو. يعني المدرس هنا يعني اذا كنت داخل حرب يعني في تحدي وفي اصرار على ان هو ينجح ويأسس عياله ويوصلهم لمجهود كويس. فيما بعد بيفضل المدرس ذكرى مدى الحياه في قلوبهم، ما بينساهوش. كمان انا قبل يعني مبدا حوارات هذه السهره في مرحله البحث والاعداد للسهره، عرفت انه يعني نسبه كبيره في قريه الهياتم تم جدا بالتعليم.
القرية المميزة في مركز المحلة الكبرى عاشقة للعلم وعاشقة للدراسة وعاشقة للبحث هي قرية الأيادي، لأن الكل بيتنافس على العلم وبيتنافس إزاي يحصل على المعلومة وبيتنافس إزاي يوصل لمركز أعلى في العلم وفي البحث وفي الدراسة، ودايما بيتصفوا كل واحد فيهم لدرجة يوصل للاختراع. ما شاء الله. العلم يعني في مواهب كتير في القرية. فينا المحامي وفينا المدرس وفينا الطبيب، فينا الشعراء. يعني هذه القرية بحق تستحق أن تكون قرية الإمام أحمد بن حجر الهيثمي المكي. هو مثل أعلى للبلد دي، ودايما هم بيفتخروا بيه ومحافظين على الاسم ده، بأن هم كل واحد بيجتهد في أن هو يرتقي دايما في العلم عشان يضيق باسم أحمد بن حجر الهيثمي. أستاذ شوقي، حضرتك زي ما قلنا في المقدمة حضرتك شاعر أيضا، بالإضافة إلى مهنة التدريس وهي مهنة سامية وجليلة، مهنة المعلم. أكيد. الشعر بقى بالنسبة لك يعني هواية؟ الشعر هواية، وهواية مفضلة بالنسبة لي. أنا خضت في الشعر بلاد كتير، سافرت بلاد كتير، وأصبحت من ضمن شعراء الأوبرا المصرية المؤسسين لدار الأوبرا المصرية في القاهرة. ما شاء الله. وليه أكثر من 37 حفلة في دار الأوبرا المصرية، وليه حفلات على مسرح دار الغورية ومسرح الجمهورية ومحمد عبده بالإسكندرية. معظم مسارح مصر ليه فيها حفلات غنائية بقيادة الملحن الموسيقار العظيم العراقي الجنسية فريد البابلي، وترجمت أغانيها للغة الإنجليزية على مسارح إنجلترا، وغنت في مسارح إنجلترا، وترجمت أغانيها للغة الفرنسية، وأقيمت حفلات في باريس. ما شاء الله. أشعارك اللي هي يعني غزت العالم ديت، أشعار كلها بتتكلم عن إيه؟ عن مصر ولا عن إيه؟ بتتكلم عن مصر وعن الحضارة، وأغاني عاطفية وأغاني دينية وأغاني اجتماعية. بتمثل مصر وشعبها، شعبها العريق، بفنه، بألحانه، بتاريخه العظيم. حفلات مسجلة ما شاء الله. ما فيش مسرح في مصر أو في الدول العربية إلا ما ظهرت بصماتنا وبصمات مصر بالذات في جميع الدول العربية بأغانينا المصرية الجميلة. ما شاء الله. أستاذ شوقي، دلوقتي عاوزين نسمع حاجة من أشعارك. هقول قصيدة بعنوان ليت بالمقسوم ترضى. ليت بالمقسوم ترضى ولترح بالا عساك، واشكر الرحمن دوما بالفؤاد قبل فاك. رب خيرا لم تنله كان شرا لو أتاك، لا تخف من ضيق رزق فالكريم قد كفاك. منذ أن كنت جنينا في الحشايا هل نساك، جل من سواك بشرا جل من يسر خطاك. فوض الأمر لرب بالعطايا قد حباك، واعبد الله وسبح كل وقت من رعاك. واعبد الله وسبح كل وقت من رعاك. الله، جميل. يعني دي قصيدة مضمونها إنه الإنسان يرضى بما قسمه الله له. الله، فعلا فعلا. دايما الرضا بالمقسوم بعبادة زي ما بيقولوا. والإنسان لما بيرضى في حاله هي السعادة. يعني في نفس الإطار كده أستاذ شوقي، يعني في عام 2016 كان في حزمة قرارات اقتصادية كان هدفها إصلاح اقتصاد مصر. هذه القرارات كانت الناس شايفاها إن هي يعني فيها يعني نوع من الجور أو نوع من حاجات سلبية على المجتمع المصري بالنسبة للمعاملات التجارية، البيع والشراء، واستغلال البعض لهذه القرارات كنوع من الاحتكار، رفع الأسعار بدون مبرر. والله هو السنة دي كانت سنة صعبة على الشعب المصري، لكن بإذن الله هنجتاح الفترة الصعبة دي، وبإذن الله الأزمة هتعدي، وبإذن الله مصر هترتقي، وبإذن الله هتتقدم مصر والاقتصاد هينتعش، وستعود مصر تاني من جديد لمكانها في الدول العربية اقتصاديا واجتماعيا وفكريا وسياسيا بإذن الله، بقيادة الفريق عبد الفتاح السيسي بإذن الله عليه بخير. يعني هو سيادة الرئيس قال إن احنا داخلين تحدي، وهذه القرارات كان لابد منها. لجأنا لهذه القرارات علشان نوع من العلاج أو الإصلاح، وكل المسألة مسألة صبر ومسألة وقت ومسألة يعني تكاتف كل الفئات المصرية
في سبيل تحقيق الهدف المنشود وهو الانعاش لاقتصاد مصر. انا ابشرك بان احنا هنخرج من عنق الذبابه قريبا باذن الله بقياده عبد الفتاح السيسي، ومصر ستعود لمكانتها العريقه. مصر هي أمي ليها أمي. هي حتى لون أمشي فاتت نص عمرك يلي ما شفت مرة السماح هيوقف والشقاوة مرة. فاتت نص عمرك يلي ما شفت مرة السماح هيوقف والشقاوة مرة. والكرامة هي والفلوس في مصر والتاريخ في مصر والهرم في مصر. أصدقائي المستمعين، قرية الهياتم كما قلنا في البداية بها مركز شباب مطور بيعتبر من أميز مراكز الشباب على مستوى محافظة الغربية. الآن بنلتقي مع أحد أعضاء مجلس إدارة مركز شباب قرية الهياتم، الأستاذ أحمد الشيخ. أهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا فندم وشرفتونا. أستاذ أحمد، ما فيش شك إنه الشباب يعني هم طاقة الأمة ووقود العمل والإنتاج فيها، وكان العام الماضي 2016 كان عام الشباب، أطلق عليه سيادة الرئيس عام الشباب، وبالتالي اهتمام يعني وزارة الشباب والرياضة والقيادة السياسية ممثلة يعني في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة منصبة على تدعيم مراكز الشباب والاهتمام بالشباب وطاقة الشباب وفكر الشباب وثقافة الشباب. أعتقد أن ده واضح من خلال يعني ما يقدمه مركز شباب الهياتم. بالفعل يا فندم، زي حضرتك قلت وسيادة الرئيس قال، كان في مؤتمر في 2016 كان مسميه لقاء الشباب معه، وفعلا ونزل بالفعل ناس من هنا في قرية الهياتم. كانت الهياتم ممثلة في شباب وحضرت. وثانيا بالفعل قام سيادة الوزير خالد عبد العزيز وطور مراكز الشباب على أعلى مستوى بالترتان وملاعب ترتان، وبالفعل حصل في ملعب قرية الهياتم عندهم ملعبين. الملعب الأولاني هو خماسي بيشمل طايرة وسلة وكرة القدم. أيضا الملعب الكبير بمركز شباب الهياتم هو ملعب قانوني، وبالفعل دلوقتي بيجهزوه للترتان، ده تحت قيادة الباشمهندس خالد عبد العزيز بالفعل. أستاذ أحمد، قول لي بالنسبة للخدمات اللي بيقدمها مركز شباب الهياتم بالإضافة للجانب الرياضي، يعني إذا كان في اهتمام بلعبة معينة أو نشاط رياضي معين، هل في أنشطة أخرى بيقدمها مركز شباب الهياتم؟ في يا فندم، في حضرتك عندنا مكتبة كاملة للي بيقرأ والمقرئين في قرية الهياتم، وعندنا أيضا النساء في قرية الهياتم اسمه النادي النسائي موجود بيجهزهم أي شغل للنساء، زي مثلا طبيخ، زي أدوات اللي هي بتترمي في الزبالة ازاي يستخدموها ويجهزوها من جديد. عندنا أيضا في رحلات لجميع الدول، عندنا في شباب بيتطور لمشروعات حاجات من دي. مركز شباب الهياتم كامل متكامل في الأنشطة الدينية والثقافية والرياضية والاجتماعية كمان أيضا موجودة في مركز شباب الهياتم. ومركز شباب الهياتم بيشمل جميع الألعاب الرياضية وغير الرياضية. أستاذ أحمد، يعني قلنا في البداية إنه تعداد هذه القرية 70,000 نسمة تقريبا، وإحنا طبعا عارفين إنه حوالي 60% من يعني الفئات العمرية في عدد سكان مصر من الشباب، وبالتالي قياسا على هذا المبدأ أو هذه القاعدة فمركز شباب الهياتم بيخدم أكبر عدد ممكن من الشباب في قرية الهياتم. هؤلاء الشباب اللي بيرتادوا مركز شباب الهياتم، هل في منهم يعني حد بارز في حاجة معينة، في نشاط معين سواء كان ثقافي أو فني أو رياضي؟ يا فندم، في مثلا زي لعبة التنس، في عندنا أحمد عباس ما شاء الله بيلعب على مستوى دلوقتي الجمهورية في التنس. عندنا أيضا لاعب برضك أيضا جوهر الجمل في الجال، ده واخد مركز اول وبيلعب في يعني اتأهل ووصل لفريق الزمالك حاليا بيلعب فيه حاليا. ايضا في الدكتور مصطفى الشيخ، هو اصلا من ابناء مركز شباب الهياتم، دكتور من
مركز شباب الهيئة صعد، وفي أنشطة كتير منهم الشعراء والمطربين اللي بنعمل لهم ثقافات وبنعمل لهم لقاءات عشان يظهروا في مراكز الشباب. ان شاء الله يكون العام الجديد اللي احنا في بدايته عام 2017 يعني مبشر بالخير للشباب ان شاء الله. وان شاء الله بنقول لسيادة الرئيس مركز شباب ومراكز الشباب بدون رياضة بدون اي حاجة ده الشباب ما ينفعش، لا هي الشباب هي الاصل، هي الشباب تقوم مصر، وان شاء الله هيكون عام جديد وعام فعال ان شاء الله 2017. استاذ احمد الشيخ عضو مجلس اداره مركز شباب قريه الهاتم، بشكرك على وجودك وتشريفك ليا في هذه السهره، بتمنى لك وفريق العمل كل التوفيق في خدمه الشباب ان شاء الله. شكرا يا فندم وكل عام وانتم بخير. حرة أصيلة وشعب أصيل باني حضارة وادي النيل، حرة أصيلة وشعب أصيل من الأجداد للأحفاد بقيت كل الكل دي مصر، من الأجداد للأحفاد بقيت كل الكل دي مصر، يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر 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 سعيدي يا مصر، مصر 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 سعيدي يا مصر، مصر 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 سعيدي يا مصر، مصر سعيدي يا مصر. عشت يا مصر وعاش ولادك يبنوا في مجد يزيد أمجادك، عشت يا مصر وعاش ولادك يبنوا في مجد يزيد أمجادك، ويهنوكي ويخلوكي تسبقي كل الدنيا يا مصر، ويهنوكي ويخلوكي تسبقي كل الدنيا يا مصر، يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر 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 سعيدي يا مصر. أصدقائي المستمعين، ما زلنا معكم داخل قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وبنتقل بميكروفون السهرة للموهبة الشابة في الغناء، عضو فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة طنطا، المطرب الشاب أحمد الغزالي. أحمد أهلا وسهلا بيك. كل سنة وأنت طيب. أحمد في سنة كام؟ تاني سنة. وعندك موهبة في الغناء. وأنت عضو في فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة طنطا. قول لي كده اتجاهك ايه بالنسبه للغناء؟ يعني واخد خط معين؟ يعني بتغني وطني ولا عاطفي ولا؟ لا يعني شعبي. شعبي. طيب هنسمع ايه دلوقتي في البدايه كده؟ سيرة الحب من كلثوم. نسمع مقطع. طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب وظلم الحب لكل أصحابه، وأعرف حكايات مليانة ودموع ويعني والعاشقين دابوا ما دابوا ما دابوا. طول عمري بقول لنا قد الشوق وليالي الشوق، وانا قلبي قد عذابه قوي. قابلتك انت لقيتك بتغير كل حياتي، معرفش ازاي انا حبيتك، معرفش ازاي يا حياتي من همسة حبي لقيتني بحب وادوب في الحب، ادوب في الحب وصبح وليل على بابه، والعشقين داووا ما داووا ما داووا. طول عمري
كعضو في فرقة الموسيقى العربية بخاصة ثقافة طنطا، أكيد كان في شروط عشان تدخل هذه الفرقة. مش أي حد بيدخل فرقة الموسيقى العربية. كان إيه بقى الشروط أو أهم الشروط؟ إني ما أكونش بدخل. صوتك حلو طبعا. صوتك قوي. أهم حاجة الصوت. أنت لسه في تانية ثانوي. النهارده 4/1/2017 بعد أيام قلائل، يعني يوم 9 إن شاء الله أعتقد فيه امتحان نصف العام. مستعد تجهز؟ إن شاء الله. قول لي وجودك في فرقة الموسيقى العربية وهذه الموهبة بالنسبة للغناء، هل يعني كانت بالنسبة لك داعم في دراستك ولا بتعطلك عن الدراسة؟ لا ما تعطلنيش عن الدراسة. طيب قول لنا كده بتعمل إيه بقى علشان أنت يعني هل في تفوق أيضا في الدراسة؟ يعني نص نص. لا ما هو ما ينفعش في الثانوية العامة يكون في نص نص. مش كده ولا إيه؟ صح. بتنظم وقتك إزاي؟ يعني في وقت أقعد أراجع نفسي في المذاكرة وكده وبرضه الأغاني. الأسرة كان دورها معاك إيه؟ يعني هل في اعتراض على دخولك فرقة الموسيقى العربية؟ لا. وأهم حاجة بس يعني يكون سكة فيها احترام. هو فرقة الموسيقى العربية أعتقد كل أغانيها يعني من التراث، من النجوم الغناء زي أم كلثوم، الوهاب، مش كده؟ صح. الوهاب، عبد الحليم، نجاة. بتحب مين أكتر أنت؟ أم كلثوم ونجاة. أنت مشاعرك عالية جدا. أحمد بشكرك وبتمنى لك التوفيق إن شاء الله. أستاذ عبد الهادي، يعني أعتقد إنه يعني أحد شعرائنا الجمال جدا من مواطني مركز المحلة الكبرى، ومن قرية قريبة من قريتكم، من قرية الهاتم، وهي قرية بشبيش. الأستاذ عوني هشام شرفنا دلوقتي. هو الأستاذ عوني مش من قرية بشبيش، قريته الأم قرية الهاتم، لأن هو توأم هنا. الله، جميل بجد. يعني الأستاذ عوني يعني سهراتكم بتقضوها مع بعض وكده؟ ما يعديش يوم لما نتقابل مع بعض، لا إما تليفون مع بعض. نتقابل هنا، نتقابل عنده، نتقابل في المحلة. المهم إحنا 3 أو مجموعة مع بعض كده، 4 ما بنتفرقش. كلكم شعراء؟ كلنا شعراء. الحمد لله. هو يعني الحمد لله يمكن أنا وحيد، فيعتبر ربنا عوضني بإيه؟ بأخ وإخوة مش أخ. تمام. ربنا إن شاء الله يعني يديم المحبة بينكم. الحمد لله الحمد لله. أستاذ عوني، أهلا وسهلا بيك، مشرفنا. أهلا وسهلا بيكم، وأهلا بسعادة وسط الدلتا والسادة المستمعين، وأهلا بكل حبايبي في قرية الهاتم. يعني أستاذ عبد الهادي بيقول كلام جميل، حضرتك بيقول أخ، لأن هو نفس المشاعر عندي بالظبط. الله، جميل. توأم روح. جميل. مش توأم بس كده، توأم روح. جميل جدا. يعني احنا محتاجين هذه المشاعر، يعني دفء المشاعر كمان في الجو البارد ده بتكون يعني احسن من التدفئه اللي هي الصناعيه. اكيد اكيد اكيد. دفء المشاعر بتعوض حاجات كتير جدا، وبتعوض نقص كتير جدا. ويا ريت يكون دفء المشاعر بين الناس كلها، البلد هتعيش كويس. نتعشم انه يكون عام 2017 كله مشاعر طيبه بين المصريين. اتمنى ان شاء الله من كل قلبي ان كل المصريين تحب بعض. لو حبينا بعض مهما كانت الصعاب اللي بنمر بيها هنعديها ان شاء الله. مهما كان ان شاء الله يكون عندنا يعني تفاؤل وامل في بكره. يا رب ان شاء الله يا رب. استاذ عوني، هتسمعنا ايه؟ والله انا بمناسبه موسم البرد اللي احنا فيه، وفي غلابه وفي فقراء مش لاقيين غطا ومش لاقيين دفن، فانا هقول حاجه بعنوان واحد من الناس، لعل وعسى الناس تترحم على الفقراء بدل ما يهنوهم لا يعينوهم. فبقول ايه؟ يا ناس البرد واكلني ولازق عندي في الجده، لا عندي فلوس تنشلني ولا عارف اروح حته، بيتي على رصيف مكشوف واكل زباله مش فته، اعمل ايه انا مكسوف، مفيش مسؤول عن الخطه، وشكل ياما عد الوف، بقينا في اللسان نكته، كل الناس تعدي تشوف وفيه يطرد بالسكه، بخزن المطره في جيوبي واشيل البرد بالحته، شمس الصيف على راسي ونومي خرابه مش ساكته، دنيا شايلها فوق الراس وناس تمشي بدون احساس، طعامها كله من لحمي ما تعطيني ولا حته، واحد من الناس. اشكرك، جميل جدا، يعني كلام معبر عن حال كثير من الناس الغلابه. وليا بعد اذن حضرتك كلمتين صغيرين قوي للناس المتهكمين على مصر من اهلنا في الخليج، فانا عايز اقول لهم ايه؟ احنا مصر، ومصر عمرها ما هتركع، واسالوا التاريخ زمان مصر مكانتها ايه؟ اسالوا احداث الكويت مصر عملت ايه؟ المقوله الشهيره للرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر لن تركع الا بالله. ده مؤكد. وبعدين ده مصر امنه
ده كلام منزل في القرآن الكريم، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين يبقى سهل نركع. فبقول لهم إيه؟ وأرجو إن هم ياخدوا الكلام بتاعي كمواطن عربي، بلاش مصري، بلاش تتحكموا على مصر. بقول لهم إيه؟ وزيدك من الحروف حرفين، قطر عيشنا هنا بوشين، كويت ضاعت في غمضة عين، من صنعها ورجعها وكل الناس هنا شاهدين. تآمر سوس من راسكم، ضميركم مات وإحساسكم، وجاي يتمنى على سيدك بان في الفكر إفلاسكم. مصر أبية بولادها ومش هنجوع، هنرجع تاني ومن تاني هتيجوا مطوع. طريقنا صعب هنكمل وانتم في طريق ممنوع، طريقنا صعب هنكمل وانتم في طريق ممنوع. شكرا أستاذ عوني، أشكرك. نعم. وانت يعني شرفتنا في هذه السهره. الله يبارك فيك، شرف ليا وصدفه سعيد ان انا موجود مع اهلي في الهيئات، وصدفه جميله ثانيه ان انا اشوف حضرتك. سعداء بوجودك. بالتوفيق ان شاء الله يوصل الدنيا. لو سألتك انت مصري قول لي ايه؟ قول لي مصري ابن مصري وابن مصر الله عليك. لو سألتك انت مصري قول لي ايه؟ قول لي مصري ابن مصري وابن مصر الله عليك. لف أعلى صوت وارفع راسك لفوق، لف أعلى صوت وارفع راسك لفوق. أنا مصري وأبويا مصري، بسماري ولوني مصري. أنا مصري وأبويا مصري، وبكتب دمي مصري. وكل مصر الله عليك، وكل مصر الله عليك، وكل مصر الله عليك. أصدقائي المستمعين، بعود مرة ثانية للأستاذ زين العابدين محمد عباس، رئيس وحدة الشؤون الاجتماعية بالقرية. أستاذ زين، كنا اتكلمنا عن هذا المشروع اللي انتوا بتخدموا به عدد كبير من أهالي القرية، مشروع تكافل وكرامة. اتكلمنا عن الشق الأول وهو تكافل. تمام يا فندم. عايزين بقى نعرف الناس بالشق الثاني وهو مشروع كرامة. برنامج التكافل اللي احنا اتكلمنا فيه اللي هو للفقراء او ذوي الاحتياجات الماليه. الشق الثاني كرامه بيندرج تحت اللي هو الشيوخ اللي هو 65 سنه وذوي الاعاقات او الامراض المزمنه. ده يعني ايه باختصار فيه واحتياجاته بالنسبه للاوراق المطلوبه فيه كونسيوم طبي او من المجالس الطبيه المتخصصه عن طريق وحده الشؤون الاجتماعيه. بيتجه العميل او المواطن لوحده الشؤون الاجتماعيه للحصول على خدمه، يحول للجنه الطبيه لتحديد مدى احتياجه من عجز. بس يا ريت يكون فيه مراعاه لظروف الناس من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه. في الفتره الحاليه الدوله لا تكلف المواطن اي مبالغ او تشق عليه في اي مستند. ده اتجاه الدوله لتخفيف الاعباء عن المواطن المصري وخاصه ذوي الاعاقات الخاصه والشيوخ. طيب بالنسبه لجدول المبالغ المستحقه بقى لمشروع كرامه. بالنسبه لمشروع كرامه ممكن الاسره تستفيد لثلاث حالات كرامه اللي هي العجز، 350 للفرد، 700 للفردين، 1050 لثلاث افراد بحد اقصى في الاسره. ملاحظه مهمه جدا، ممكن الاسره تستفيد بمشروع تكافل بجانب مشروع كرامه. بمعنى الاسره ممكن تستفيد بمشروع تكافل ان هي عندها اولاد في المدارس او تحت سن المدارس، وفي نفس الوقت لو عندها افراد او اشخاص في الاسره ذوي امراض مزمنه او اعاقات او شيوخ بيدخلوا او يندرجوا تحت برنامج كرامه برضه، فبيستفيدوا من البرنامجين، يعني البرنامج التكافل وبرنامج كرامه بحد اقصى 1050 جنيه. هل ممكن للمستفيد من هذا المشروع تكافل وكرامه ان يكون مستفيد من الضمان الاجتماعي او التضامن الاجتماعي؟ اذا قل المبلغ عن 300 جنيه
يعني اذا كان مثلا في مواطن بياخد قانون 112 اللي هو 250 او 300 او ايا كان المبلغ، اقل من ال 300 جنيه بيدخل معانا في البرنامج. احنا عاوزين نوصل للمستحق واللي يحتاج، لان اسمح لي ان انا اتكلم في النقطه دي بالذات. يعني ذوي الاحتياجات الخاصه بيبقوا غير قادرين على العمل او لن يستطيعوا العمل، سواء تخلف عقلي عفوا في ان احنا بنشخصها كده، او سواء معاق وليس معوق، او الشيوخ اللي هم سن 65 فيما فوق، دول غير قادرين على العمل ويحتاجوا من ياخذ بيديهم لبر الامان زي ما بنقول. وطبعا اللي بيحدد يعني هذه نوعيه من الفئات المستحقه هي اللجنه. اللجنه والشروط، يعني في شروط محدده. بالمناسبه دي يعني انا اناشد المواطنين اللي هو يستحق يتقدم، من لا يستحق لا يزاحم الفقراء في هذا البرنامج حتى نصل للمستفيد. يعني فيما معناه اللي مسافر بره ارض الوطن خارج الحسبان، اللي يتقاضى مرتب، يتقاضى معاش، صاحب سياره خاصه، صاحب اكثر من فدان، دول ما يندرجوش عندنا في البرنامج. يعني بداتوا هذا المشروع امتى يا استاذ زين؟ هو اندرج في جمهوريه مصر العربيه منذ سنتين. بنتكلم على الهياتم من 6/10 2016 ان شاء الله، يعني من شهور معدود باذن الله. ولحد دلوقتي نسبه المستفيدين او المستحقين لهذا المشروع تقريبا كام؟ بالنسبه لقريه الهياتم 1140 ملف اسره الى الان تم بحثهم ميدانيا وتم تسجيلهم على الحاسب الالي، ونتمنى من الله ان شاء الله باذن واحد احد في منتصف شهر 1 2017 سيستلم المواطنون الفيزا الخاصه بصرف مستحقاتها. النهارده 4/1/2017 كلها ايام قلائل ان شاء الله باذن الله ويستفيدوا من هذا باذن الله يا فندم. هي مجرد يعني هنقول 10 ايام او 11 يوم باذن الله ان شاء الله. موفقين يا استاذ زين وربنا يجعله في ميزان حسناتكم ان شاء الله. ربنا يخليك يا فندم وشرفتونا يا فندم. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقينا تفكيري وحدي. أتحدى أنا أي حد يحبنا في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقينا تفكيري وحدي. أتحدى أنا أي حد يحبنا في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها، ولا حد غيرنا تفكرها. شايلة همومنا على كرها، بلدي الصحيح خاطرها. هنحب مين غيرها؟ ولا حد غيرنا تفكرها. شايلة همومنا على كرها، بلدي الصحيح خاطرها. أصدقائي المستمعين، بعود مرة ثانية لمضيفنا في هذه السهرة الأستاذ عبد الهادي الشعراوي، أحد شعراء العامية المعروفين. أستاذ عبد الهادي، يعني زي ما قلنا السهرة هتكون مليئة بالأشعار الجميلة. يعني في البداية قلت قصيدة عن مصر، دلوقتي عايزين نسمع برضه حاجة ثانية. إن شاء الله أنا هقول رسالة وأقولها غنائية، رسالة لكل مواطن شريف مصر. هي ممكن اللي يشوفها يقول إن أنا بقولها للحاكم، لا، أنا بعتبرها إن هي رسالة لكل شريف مصري. اغضب بكفاية سكوت، اغضب أرواح بتموت، اغضب بكفاية سكوت، اغضب أرواح بتموت، اغضب وعلينا يا عم الأرض شبعت من الدم، الأرض شبعت من الدم. اغضب ولا تسألنيش، الشعب وياك والجيش. اغضب
ولا تسألنيش، ده سلاحنا شعب وجيش، بكفاية شهادة وكفاية الواغش لازم يتلم. اغضب واعلنا يا عم، اغضب واعلنا يا عم، الأرض شبعت من الدم. الصمت عمره ما يفيد مع عصبة إرهاب عربيد، الصمت عمره ما يفيد مع عصبة إرهاب عربيد. عايزيننا نرجع للماضي ونعيش في ذل وهم. اغضب وعلينا يا عم، الأرض شبعت من الدم. أولادنا ماتوا ببرضهم والخونة دعا من سكتهم، أولادنا ماتوا ببرضهم والخونة دعا من سكتهم. علينا يا الله وتوكل، خلينا نجيب حق الدم. اغضب وعلينا يا عم، الأرض شبعت من الدم. الشهداء المصريين من كل جنس معدين، الشهداء المصريين من كل جنس معدين، الشهداء المصريين من كل جنس معدين. عايزيننا نرجع للماضي ونعيش في ذل وهم. اغضب وعلينا يا عم، الأرض شبعت من الدم. اغضب وده الرجالة ده بهية كلها خيالة، اغضب وده الرجالة ده بهية كلها خيالة، اغضب وده الرجالة ده بهية كلها خيالة. هيلبوا بعزيمة وهمة ويخلوا الأعداء تتلم. اغضب وعلينا يا عم، الأرض شبعت من الدم، الأرض شبعت من الدم، الأرض شبعت من الدم. الله جميل، يعني أنت شاعر ومؤدي كمان. أنا لما بحب أكتب أغاني بكتبها وأنا بغنيها. بتلحن كده بلحنها وأنا بغني وأنا بكتبها كده. بس أنت واخد الخط بتاع الشخصية من كامل صح؟ يمكن حاسس كده في أدائك. يمكن هم يعني في أدائي مش السيد مكاوي. بحب أقرأ لشاهين كتير، بحب أقرأ الدرام التونسي، بحب أحمد فؤاد نجم، بحب الخال الأبنودي. لذلك هم دايما يقولوا لي يا خال يا خال، من هم وفاة الأبنودي دايما الأخوة الزملاء الشعراء دايما يقولوا لي يا خال. جميل. أستاذ عبد الهادي، يعني أنت اتكلمت عن الشهداء وعن الدم وعن حرمة الدم، يعني الموضوعات والقضايا اللي بتهم المجتمع المصري يعني في الآونة الأخيرة، أعتقد إنه كمان الشاعر مهموم بها، يعني بيعايش القضايا ديت والتجارب ديت وبيكتب. نعم. كتبت حاجة في حال الشعب المصري؟ في حال الشعب المصري، يا شعب اتوحد، كتب الكلام يا أهو والكل بيخون، في كل مكان كله بيتلون، والدمع جوه العين على دم مفروش، فوق رمال الوطن للجرح بيكون. يا وطن مقطون عارض بتفك المجنون، ببارود واطماعه الله يكون في العون. يا شعب اتوحد، انفض بايدك السوس، طهر تراب وطنك، اقضي على الهكسوس. شوف صرخة الملايين في كل الميادين، بكفاية بقى تخوين. الشهداء دولت مين؟ ده هم حراسك، أهلك ومن ناسك، درعك ومن فاسك، وللوطن حابسين قسما برب الدين. الكل فيك طمعان، لو شقوا يوم صفك هتضيع مع العنوان. وانت يا ابن النيل يا ما قالوا فيك مواويل، والارض ارض امان، مذكوره في القران مذكوره في الانجيل، في رباط ليوم الدين. يا شعب اتوحد، بكفايه بقى اكفان، صد التتار انهض، اقضي على العدوان. امريكا ويا الغرب عايزينها تبقى حرب، نضرب في بعضينا ويقسموا لنا الضرب. يا شعب صحصح فوق، علم الكنانة فوق، اوعى في يوم ينزل باكي او مخنوق، لحسن ساعتها تكون محتل عبد ذليل
وتلاقي ابن الدون ماسك بإيده الكيل. يا شعب اتوحد قبل الوطن ما يضيع، ده أرض سينا البكر غالية ومش للبيع، دي حضننا الدافي ورملها الشافي، دم الشهيد تبها مفروض على كتافي. ده المهر غالي المهر غالي هيجيبوه لو نجم عالي نجم عالي في السما راح يصطفوه. ده المهر غالي المهر غالي وهيجيبوه لو نجم عالي نجم عالي في السما راح يصطفوه. يا فرحتك ساعة ما يجوا يقدموا ويغنوا للفجر اللي بعدك اتولد. ده النصر مهرك النصر مهرك والعريس ابن البلد. انا شايف كمان الاستاذ عوني متاهب يعني القاء قصيده كده وطنيه. أول برحب مرة تانية بالسادة المستمعين وبالصحبة الجميلة والإذاعة وسط الدلتا. وطبعا لأن إحنا في مصر وفي ظروف المفروض إن إحنا نتجاوزها كلنا، فبنحاول نخفف عن نفسنا بنفسنا، ولازم نحب مصر أكتر. لو حبينا مصر يعني هنبقى فاضل من الوطن. وعشان أنا بحب مصر وطيني من مصر ودمي من مصر، فبقول لها إيه؟ حب لم يسبقه حب. يا حبيبتي اللي كنت من زمان صورة بعينيا، الزمان غير مسيرتي وباقي دمعة لسه باقية، الزمان غير مسيرتي وباقي دمعة لسه باقية، أبني منها وبذكرتي أشوف ملامح صورة تانية، بس اوعي تكوني تبكي عني وتزيد القاسية. هرسمك بحروف قصيدتي حرف شعر وبرضه حرف ملغية. انت حب العمر كله اللي راح حتى ايام اللي جايه، ووعدك من يوم هسيبك مهما كان ولا وعد ليا. بس ابدا رسم فين؟ من رموش او من ايدين او من الشفايف، بس خايف اصل طول عمري حزين. من عينيكي من عينيكي من هيروي العطشانين، من خدودك لخدودك عليها حراس سهرانين، الرموش سهامها جارح تغزى عين الطامعين. طب قولوا لي ارسم منين؟ من الشمال ولا اليمين؟ ارسمك في شمس حاميه فيها جهد العرقانين، وارسمك في ليله صافيه وهي قمر السهرانين. انت مين قولي ملامحك؟ انت مين ايدين بتني باحلى ابتسامه؟ انا مصر يا ضيعيني ادخلوني امنين. أولاد مصر كلها سالمين ادخلوها آمنين، ادخلوها سالمين ادخلوها آمنين، أصدقائي المستمعين، ما زلنا معكم وهذه السهرة التي نقضيها داخل قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. وبأعود بميكروفون السهرة للأستاذ شوقي الديش، شاعر ومدرس بالتعليم الابتدائي. أستاذ شوقي، أنا شايف إنك متأهب بقصيدة عن العام الميلادي الجديد 2017. إن شاء الله إن شاء الله. بتقول إيه القصيدة؟ بتقول عام جديد، عام جديد قد أتانا مستبشرين لو ترانا، لم ندري ما يهدي إلينا هذا الغريب عن سمانا، فربما بالخير هلا وربما ننسي حزانا،
وربما الأقدار تحلو والسعد يأتي في خطانا. يا عامنا الجديد أهلا بالبشر هون من أسانا، قد جئتنا ضيفا عزيزا وحزنا قد كفانا. ضاقت بنا الدنيا كثيرا ولم تكن على هوانا، فلتبتسم وكن حنونا كي نبتسم يوما عسانا. عشنا السنين نرتضيها واليأس يجري في دمانا، هل للشقاء قد خلقنا والحزن لم يعرف سوانا. ندعو الإله حسن حظ فالحظ من عمر جفانا، هو الرحيم ذو العطايا بالستر عمرا قد حبانا، بالستر عمرا قد حبانا. كل سنة وانت في العلالي يا مصر، يا رب دايما كل خطوة بمصر. كل سنة وانت في العلالي يا مصر، يا رب دايما كل خطوة بمصر. أصدقائي المستمعين في وسط الدلتا وفي كل مكان، متابعي هذه السهرة، بأشكركم على حسن المتابعة والاستماع لهذه السهرة، وبأشكر مضيفنا الأستاذ الشاعر عبد الهادي الشعراوي مضيفنا في هذه السهرة داخل قرية الهاتم. أستاذ عبد الهادي بأشكرك شكر جزيل على الاستضافة وكرم الاستضافة. الشكر لإذاعة صوت الدلتا والشكر لكم جميعا وحضوركم، وشرف لنا أن أنتم شرفتونا هنا، واهلا بكم في كل وقت، وكل عام وانتم بخير، ومصر كلها والامه العربيه كلها بخير يا رب، ويكون عام سعيد علينا جميعا وعام خير مبارك ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله يكون هذا العام عام 2017 الميلاديه عام سعيد على كل المصريين، ويكون افضل من سابقه من العام الماضي عام 2016 بجهود كل المصريين. ويمكن في كلمتين بس كاتبهم عن العام الجديد هنختم بهم. وداعا عام 2016 واهلا بعام 2017. كل عام وانتم بخير، عدى من العمر كتير، عام راح بالجراح، عام جاي بالبشير. كل عام وانتم بخير، كل قلب قال عمره اوعى بالاحزان تغمه، عيش ودور على الفرح وامسكه اوعى يطير. كل عام وانتم بخير، دي حقيقة الميلاد، كل منا وله معاد، علموها للولاد الصغير والكبير. كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير، كل عام ومصر بخير. وانت طيب يا استاذ عبد الهادي، اشكرك شكرا جزيلا، وبشكرك مره ثانيه على الاستضافه الكريمه داخل قريه الهياتم، وبشكر ضيوف هذه السهره اللي شرفونا بالحضور وكانوا معنا ضيوف لهذا الحوار، الاستاذ زين العابدين محمد عباس رئيس وحده الشؤون الاجتماعيه بقريه الهياتم، الاستاذ شوقي البيش شاعر ومدرس بالتعليم الابتدائي بالقريه، الاستاذ احمد الشيخ عضو مجلس اداره مركز شباب قريه الهياتم، الموهبه الشابه احمد الغزالي، وشاعرنا الجميل الاستاذ عون هشام. شكرا مره ثانيه يا استاذ عبد الهادي، وكل سنه وانتم طيبين. شكرا وكل سنه وانتم طيبين، ورب يا رب مصر بخير، يا رب يا رب مصر بخير. أصدقائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه السهرة والتي كنا فيها داخل قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبرى. وأشكركم أصدقائي المستمعين، ومرة ثانية كل سنة وحضراتكم بألف خير بمناسبة هذا العام الميلادي الجديد عام 2017. كل الشكر والتقدير والتحية مني لحضراتكم ومن مهندسة الصوت الزميلة وفاء جمال، ولكم مني أرق التحيات جمال أبو نازل من أسرة المذيعين.